شو اللي صار فعلاً بين جمال سليمان والرئيس أحمد الشرع داخل قصر الشعب؟ وليش هاللقاء تحديداً عامل ضجة كبيرة بالسوشيال ميديا، خصوصاً بعد الكلام اللي قاله جمال عن العدالة الانتقالية؟ بس المفاجأة مو هون. لأول مرة من سنين طويلة، جمال سليمان مو بس يرجع على سوريا، لا، كمان يدخل قصر الشعب ويلتقي بالرئيس بشكل رسمي، وهالشي فتح باب أسئلة ضخم بين الناس. هل رجع جمال سليمان للمشهد السياسي من جديد، ولا الموضوع مجرد زيارة عادية؟ خليكم للآخر لأنه في تفاصيل باللقاء خلت ناس تعتبره رسالة سياسية أكثر من مجرد زيارة فنية. جمال سليمان نشر بنفسه تفاصيل اللقاء عبر فيسبوك، وأكد أنه ناقش مع الرئيس السوري أحمد الشرع ملفات مهمة تخص مستقبل سوريا، وقال أنه الحديث كان عن مشاريع تنموية كبيرة ممكن تعمل نقلة ضخمة بحياة السوريين. لكن الملف اللي خطف الانتباه فعلاً كان لما جمال سليمان حكى عن العدالة الانتقالية، وهون بدأت التعليقات تنفجر، لأنه بكل وضوح قال إنه ناقش أهمية العدالة الانتقالية جنباً إلى جنب مع المصالحة الوطنية الشاملة، وأكد إنه لمس اهتمام حقيقي من الرئيس بهالموضوع. بس السؤال اللي الناس عم تطرحه بقوة، ليش جمال سليمان اختار يحكي عن هالقضية الحساسة علناً؟ وليش بهالوقت بالتحديد؟ والأغرب إنه اللقاء إجا بعد حوالي سنة من عودته التاريخية لسوريا، بعد غياب دام 13 سنة كاملة. وقتها لحظة وصوله لمطار دمشق الناس استقبلته بالزغاريد والهتافات، وكان واضح جداً إنه رجعته مو عادية أبداً، حتى إنه قال وقتها شعور صعب وصفه، كنا ننتظر هاليوم. وكشف إنه أول شيء كان نفسه يعمله بعد الرجعة زيارة قبر والديه اللي خسرهم خلال فترة غيابه. لكن اليوم الوضع مختلف، لأنه أي ظهور لجمال سليمان صار يقرأ سياسياً قبل ما يكون فنياً، وفي ناس شايفة إنه كلامه عن العدالة الانتقالية خطوة جريئة جداً، بينما ناس تانية اعتبرت إنه عم بيحاول يلعب دور أكبر بالفترة القادمة. وبرأيكم، هل لقاء جمال سليمان مع الرئيس الشرع مجرد زيارة عادية، ولا فعلاً في رسائل أعمق وراء الظهور؟ اكتبوا رأيكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك عشان توصلكم كل الأخبار والترندات أول بأول.